أهلا وسهلا بكل المكشخين. 3 نقاط، 0 ردود أفعال وترجي يرسل رسالة واضحة لكل المنافسين في البطولة والقارة معا. هدف عالمي من بوعاليا، عودة جبري للتهديف وأداء يطمن جماهير الدم والذهب قبل مواجهة الأهلي المصري بأيام قليلة. لكن هل الترجي جاهز فعلا للأهلي؟ وما الذي كشفته هذه المباراة عن نقاط قوة وضعف الترجي الرياضي التونسي؟ اقعدوا معنا للنهاية لأنه عندنا تحليل ماكش باش تلقاه في حتى بلاصة أخرى. قبل ما ندخل في التفاصيل خليني نقول لكم شيء واحد مهم. ثم لاعب واحد في الترجي اليوم كان أداؤه يطرح أكثر من علامة استفهام، وهذا اللاعب هو الورقة الأهم في مواجهة الأهلي. اقعدوا معانا للآخر باش تعرفوا شكون. السلام عليكم متابعين على الترجي بلوس أينما كنتم، كيفما كانت ظروفكم يسعدني باش نكون معكم في هذا التحليل الشامل والمفصل لمباراة الترجي الرياضي التونسي أمام الأولمبي البيجي. المباراة اللي انتهت بفوز 3 أهداف مقابل 0 للترجي الرياضي التونسي على حساب الأولمبي. اليوم مش باش نحكيو فقط على النتيجة، باش نحلوا كل شيء: التكتيك، اللاعبين، القرارات الفنية، وأهم من ذلك كله ماذا تعني هذه النتيجة قبل مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. قبل ما نحكيو في حتى كلام عن المباراة لازم نفهم السياق الكامل. الترجي اليوم يلعب في ظروف استثنائية بكل معنى الكلمة. شهر رمضان الكريم، حرارة شديدة، توقيت وسط النهار، والإرهاق المتراكم من كثرة المباريات. الترجي هو الفريق الأكثر مباريات في رمضان هذا الموسم، 4 مباريات في الشهر الكريم، وهذا ظلم واضح مقارنة بباقي الفرق. ورغم كل هذه الظروف الترجي يفوز ب3 أهداف مقابل 0 ويرفع رصيده إلى 50 نقطة، متقدم بنقطتين على النادي الإفريقي اللي يملك 48 نقطة. الفارق بسيط والبطولة ما زالت مفتوحة، لكن الترجي يمسك بزمام الأمور. باش نحكيه على الشوط الأول وأهم ما صار في هذا الشوط، باش نكونوا صادقين معاكم، الشوط الأول لم يكن استعراضا كرويا. الفريقان قدم مستوى متوسط، والأولمبي البيجي لم يكن أقل من الترجي في أحيان كثيرة، بل كان في بعض اللحظات أكثر جرأة وأكثر يعني تهديد لحارس بشير السعيد حارس الترجي الرياضي التونسي. البيجي فريق محترم يلعب كرة قدم حقيقية، وملعبه ليس نزهة لأي فريق كبير. ذكروا الترجي الموسم الماضي لم يأخذها بسهولة هناك، هذا مباراة صعبة أمام الأولمبي البيجي، لكن اللي صنع الفارق في الشوط الأول كان هدف جاك ديارا في آخر دقائق الشوط الأول. تسديدة لا يعرف سرها إلا هو، تسديدة قوية ترتطم بالعارضة، خرج من قراءة جيدة المساحة، وهدف رائع يعني من ديارا لاعب خاص، هو لا يبدع في المساحات الضيقة، لكنه في الهجمة المرتدة في المساحات المفتوحة لاعب من مستوى مختلف تمام. وهذا تحديدا ما جعله ينجح مع مستقبل سليمان، هنا يستخدم يعني بالطريقة الصحيحة، يقدم أداء مقنع مع الترجي. في الشوط الثاني يعني الترجي كان مختلف، وهنا تظهر بصمة المدرب باتريس بوميل بوضوح. بوميل قرأ المباراة بشكل صحيح وأجرى تعديلات أثرت على مجريات اللقاء بشكل ملموس. الترجي تخلى الشوط الثاني بروح مختلفة وأكثر تنظيم وأكثر جرأة في التحرك للأمام، ومع تراجل العمل البدني لأولمبي البيجي في الدقائق الأخيرة، وهذا طبيعي بسبب الحرارة والصيام. تحلت برشا مساحات وبدأ الترجي يستغلها بكفاءة. النتيجة 3 أهداف، 3 طرق مختلفة للتهديف، وفوز نظيف مستحق. كوسيلة بوعاليا، هدف رائع يعني من مخالفة مباشرة، تسديدة بساقه القوية وبزاوية يعني ضيقة جدا وثقة عالية جدا. اللاعب سدد كأنه في حصة تمارين، بدون تردد، بدون خوف، بدون تفكير زائد، يحط كرة في الشبكة. وهنا يكمن التناقض يعني الكبير في بوعاليا. في المباريات العادية في الملاعب اللي لا يشعر فيها بضغط كبير اللاعب يقدم أهداف عالمية وأداء استثنائي، لكن في المباريات الكبرى نرى لاعبا مختلفا تماما. هذا مش انتقاد، يعني هذا تشخيص. يبدو أن العامل النفسي أثر على أفضل اللاعبين في العالم، والمطلوب من بوعاليا تحديدا أن يتجاوز هذا الحاجز النفسي في مواجهة الأهلي المصري. ننتظر منه الكثير في هذه المواجهة، لأن الأهلي سيحتاج لهذه النسخة من بوعاليا
النسخة اللي سدد اليوم يعني وسجلت هذا الهدف بكل ثقة. لاعب يعني أسعدنا اليوم وأسعدني أنا شخصيا، يعني اللاعب هذا هو أشرف جبري، اللي قاعد يرجع بشوية بشوية وقاعد يثبت أنه مهاجم طينة الكبار. جبري في بداية هذا الموسم مر بجانب الأحداث تقريبا، لاعب كان هداف الموسم الماضي وكان رقما صعبا في تشكيلة الترجي، لكن هذا الموسم كاد يختفي من حسابات المدرب والجمهور. الجبري عاد، وهذه هي الحكاية الجميلة في كرة القدم، الفورمة تذهب وتأتي والمهم أن تعود في الوقت المناسب. جبري سجل المباراة الثانية على التوالي في البطولة ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم. هذا ليس صدفة، هذا لاعب وجد نفسه من جديد، والأهم أنه عاد في الوقت المناسب تماما قبل مواجهة الأهلي. عودة توغاي إلى التشكيلة بعد غياب مباراتين كان لها تأثير فوري وواضح على الدفاع. هذا اللاعب لا يحتاج إلى إحصائيات ليثبت قيمته الفنية. توغاي يعني يعطي استقرار لخط الدفاع الترجي التونسي، عنده قراءة ذكية يعني للكرة، وعنده ثقة كبيرة ويزرعها في مع زملائه برفقة الجلاسي. يمثل توغاي ثنائي دفاعي يمكن البناء عليه في المباريات الكبرى. دانو لاعب يقلق، يتحرك، يجلب الفرص، يضغط على الدفاعات المنافس، جسمه قوي، حركته لا تتوقف، وهو يشكل ثقل حقيقة على أي دفاع. لكن دانو في اللمسة الأخيرة هناك مشكلة حقيقية، ضعف المراوغات، يفوت فرص حاسمة، وأحيانا تحسه لا يمر لمساحات كافية. اللاعب ليس تقنيا من طبيعته، لكن هذا لا يمنع من تطوير يعني انهاء الكرة وتسجيل الأهداف. مطلوب منه تحسين اللمسة الأخيرة، ولا باش يبقى لاعب يبذل مجهود ولكن دون نتائج. باتريس بوميل اليوم ما كانش المدرب اللي يبهرك بأفكار ثورية، لكنه كان مدرب ذكي اللي يعرف وقتاش يتحرك ووقتاش لازم يصبر. أهم قراراته كانت 3: أولا الاحتفاظ بالهجوم بعد الهدف الأول بدلا من اللجوء إلى التعزيز الدفاعي، وهذا خلى الترجي يمسك بزمام اللعبة ويضيف أهداف إضافية. ثانيا تغييراته في الشوط الثاني أثرت إيجابيا على إيقاع اللعب. ثالثا منح بوعالية الثقة رغم أداء متردد في بداية المباراة. نقطة النقد الوحيدة هي أنه حمزة رفيعة وأوغبيلو ما زالوا بعاد على مستواهم الأمثل، خاصة يعني وأنه أوغبيلو قاعد يخمم في عقده جديد يعني مع الاتحاد الليبي، وهذا يحتاج يعني عمل إضافي قبل مواجهة الأهلي باش يكون كل من حمزة رفيعة وأوغبيلو حاضرين 100%. توا يجي يعني السؤال الأهم: هل الترجي جاهز للأهلي المصري؟ أولا خلينا نكون موضوعيين في تقييم الأهلي. الأهلي هذا الموسم ليس في أفضل حالاته، الشناوي شوبير يقدمان أداء استثنائي في المرمى، لكن الخط الدفاعي يعاني من مشاكل واضحة ويقبل أهداف بطريقة لم نراها في السنوات الماضية. الأهلي تعادل في البطولة المحلية مؤخرا، وهذا يكشف أن الفريق ليس في الشكل المثالي. هذا لا يعني أن المهمة سهلة، الأهلي فريق من الكبار وسيكون جاهز نفسيا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، لكن الترجي لديه فرصة حقيقية وليس مجرد حلم. أيضا هناك ملف قرار الكاف بشأن عقوبة الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي. جدل داخل الكاف كبير ياسر، فريق يريد العقوبة الصارمة بإقصاء الجمهور، وفريق آخر يكتفي بالعقوبة المالية مع وقف التنفيذ. القرار متوقع مطلع هذا الأسبوع القادم وسيؤثر بشكل مباشر على حسابات المواجهة. بناء على ما شفناه اليوم في المباريات الأخيرة، الترجي يحتاج تحديدا ل3 أشياء قبل مواجهة الأهلي. الأول هو بوعالية في نسخته الذهنية القوية، اللاعب موهبته لا جدال فيها، لكن يحتاج التغلب على الضغط النفسي في المباريات الكبرى. الثاني هو رفيعة اللي يكون حاضر 100%، على خاطر رفيعة كي يكون في أفضل حالاته يكون هو الفارق الحقيقي يعني على الملعب، ويقدم الإضافة للترجي التونسي، وكي يغيب نفسيا يصبح عبئا على الفريق. الثالث هو الدفاع المستقر بتوغاي والجلاسي بنفس الروح اللي قدموها اليوم، قادرين انهم يكونوا خط دفاع متين وحصين امام هجوم الاهلي المصري. مباراة مستقبل مرسى القادمة في رادس هي الفرصة المثالية للدخول بإيقاع جيد قبل الموعد الإفريقي الكبير.
ونذكركم بالسؤال اللي طرحناه في البداية. اللاعب اللي أداؤه يطرح علامة استفهام كبيرة رغم قيمته العالية هو حمزة رفيعة، لاعب درجة أولى، لكنه اليوم وفي المباريات الأخيرة ما قدمش اللي ينتظره جمهور الترجي الرياضي التونسي والمدرب. السؤال: هل يعود رفيعة في وقت المواجهة الحقيقية أمام الأهلي المصري ويقدم الإضافة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي؟ الجواب باش يكون في الأيام القليلة القادمة. إذا ملخص اليوم في جملة واحدة: الترجي فعل المطلوب في الوقت المطلوب وبالطريقة المطلوبة. 3 نقاط ثمينة، صدارة محفوظة، وثيقة يحتاجها الفريق قبل أصعب مواجهة في الموسم. إذا استفدت من هذا التحليل ما تنساش الإعجاب والاشتراك وتفعيل التنبيهات، لأنه قناة الترجي بلوس بتتقدم بكم. شاركونا في التعليقات رأيكم، هل الترجي جاهز للأهلي المصري وقادر على تجاوزه؟ شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء في فيديو قادم. تحيا الرياضة على قناتكم ترجي بلوس، إلى اللقاء.